ماشي بيدي غبينا والهم داروني بين قوسين، ماشي بيدي دخلوا حياتي معايا عايشين، ماشي بيدي دخلوا حياتي معايا عايشين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين موقع الصوت الرحوية دائما في برنامج كاين خير ولا انشغالات مواطن، دائما في دوار بليل وما. اليوم رانا عند هذه العائلة اللي ساكنين في كذلك في سكن لا يحفظ كرامة المواطن لا في فصل الشتاء ولا في الصيف. الحاجة احكي لنا شوية على السكنة هذه اللي راكي فيها. ولا شي نحكي لك فيها، هاك تشوف هاك ما كتشوف. احنا رانا شفناها، بصح اللي راهم يشوفون فينا المشاهدين المتابعين هذا بينا ننقلوا لهم هذا حتى هما نخبروهم. احكي لهم شويه كيف راكي مغبونه في هذا السكن. راني مغبونه، هذه تقدر تسيل كاع منا وتسيل منا، تدخل علينا الحبله منا ولا نشربوا هنا الحاجه اروح والله لا تقدر تعمر كاع الايام هنا. وانا منين مريضه ما نطيقش عليه ويسني فيها، انا ما نطيقش والله، ما نطيق السنين، ما نكذب عليك راني هكا. عندكم غير الدار والكوزينه؟ هذا مكان، هذه اللي ترقدوا فيها والكوزينه. هذيك دار الكوزينه وين كيجي حد ولا سيبي ولا والله ما كاين ولادي والله ما يبات لا غالب الحمله دخلت هنا تعمر. دخلت عليكم الحمله؟ تدخل منا خاطش الدار هذه شويه جايه مهوده والحوش جاي شويه برا جايه عاديه. عادي. انا من انا ويسني. شحال راكم من عام هنا؟ 9 سنين ولا 10. 9 سنين راكم هنايا في هذه الحاله. وعيتي كاش ركب علينا خاصنا المير هنا شاف دايره والله ما ركب. واه علاش جابوكم هنا؟ انتم كنتوا في الرحويه؟ كنا في الدوار. كنتوا في الدوار؟ الدوار فوضاوي. ما عطاوكمش سما والو، جبنا المير قاسنا هنا وشاف دايره. صح. ومن بعد راحوا خلى ما ضربوش. كاش اللي زاد تسقسى عليكم؟ ما باش عليه يحضر. ما جاش عندكم لجنه والو اللجنه ما دارتش كاع. انت الحاج كي تروح تشكيت ولا درت دوسي ولا والو؟ وين؟ في البلديه ولا في الدائره؟ درت الدائره في البلديه في الدائره درت دوسي. واه دايره 2014. 2014 صح. وما جاش عندك ما تتحيى ولا والو. هي قارة صح. عطونا حبرات. الحاجه انت راكي اليوم الحاجه صرناها جينا عند هذاك النهار في الزياره الاولى صرناها كانت شويه لاقفه روحها. اليوم راهي شويه مريضه. الحاجه اش يضر؟ وتكراني فيا السكر ودفوتوا عليا. عندك السكر ولا تاسيون. رحتي للسبيطار؟ رحت للسبيطار حسب ما داري، ولا قلت كي سالتني ماركه هذيك الدواء جبتها. شحال انت ذاك النهار صبناك يعني في الكوزينه هذيك في ذاك الحمام في ذيك السخانه طيب. شوف كيما راه دخلنا في هذا الحاجه راهي يعني في كيما نقولوا بصريح العباره وبالكلمه يعني بالعباره الشعبيه راهي في خشه. الحاجه راهي ساكنه في خشه كيما راكم تشوفوا فيها راهي طيب هنايا كيما راه الكانون حاشاكم اون فاس ليه مقابل ليه راه تواليت الحمام، يعني وين ما تطيب وين ما تقضي الحاجه تاعك يعني لا حاجه ما نسحوش باش نهضروا من الحقيقه. وراه يعني هنايا الخزانه يعني الماريو هنا الفريجيدير وهنايا بقيه الحاجات يعني في اف 3 ولا اف 4 راهي في زاويه واحده. في ديك يعني الكوزينه خشه غير صغيره وما فيهاش كيما نقولوا التصريف يعني الهواء ولا. وهذا الحمان ولا هذا تاع الطبخ هو اللي اثر اصلا هو المسبب الاكبر لامراض الضغط. الواحد كبير باقي ناشف ودي لا كاين ولادي راهم في تياج ماشي نقول لك ما كاينش لا كاينين. احنا نهضروا عليك انتيا، خلينا من الاولاد صاي تفركتوا وراحوا داروا حياتهم. انتوما شاهوا النداء اللي توجهوه للسلطات المسؤولين؟ خاطر على كلمه على بلاش ولا ربما شت تقولوا؟ كان عطونا قرضه سكن شنو نقول لهم؟ شي يعطوني قرضه سكن يسترونا. انا ما عندي واش عندي لهم؟ ما نعيش منك ما نعيش شنو ندير؟ ما عندي ما نعيش يا ولدي وانا كذاش. الحاج انت الحاج تخدم انت ولا عندك لا تريد واش عندك؟ هذا شويه ملح عندي الملح وين خلص وانت تكفيك ولا ماهيش شويه ها من الدواء هذا شويه لا الشهر والله ما يلحق صح. والله احنا هذه كانت قبل ما تسكنوا فيها. هذه كانت كوزينه فيها قرد ولد حمايه كان قرد هنا. كانت بصح قبل ما تسكنوا فيها كانوا فيها قروده كيما رانا نشوفوا يعني نشوفوا الحيط يعني دايره كوزينه هذه ولد حمايه تسمى الكوزينه تاع القروده راكم ساكنين فيها. ماهيش ابدا ماهيش سكن لائق بكرامه المواطن خاصه في هذا الوقت رانا في 2023 الناس يعني
اللي راهم ساكنين في القصور ربما راهم يعانوا، فما بالك كيف فوتوا الحمى نتاع السنه؟ كنديروا ولا انا نمرق برا، نمرق برا ونرقد. قلينا تقول كان من المقله نسيت والله مطرنا. والنهار نضل ندير هذاك القوط يعطوهني، هذيك الرواح عطوهاني، عطاهاني واحد نديرهم ولا ما تكفيش. خلصنا نمرق عليه برا ونقعد، انا في يسكرون ولا نقدر ولا بالحمى نخلص. صح. والضيق اللي سامع لي ولا ما قرينا والله ما يبات. كيجي ولادي ولا ما يباتوش. والله ما يبات. ولادك ما يباتوش عندك؟ العاون يباتوا، ندير فوق راسي ما يباتوش، يجيو يروحوا. حنا نتمناو خاصة بالعافية عليك، نتمناو يعني فعلا أنه السلطات تتخذ إجراءات يعني صارمة ورسمية، لأنه فعلا هذه العائلة راهم ساكنين في هذا البيت فعلا غير لائق بما تحمله الكلمة من معاني، والحجر كبيرة والحجر كبير. من حقهم أنهم يريحوا في آخر عمرهم ويستاهلوا أنه يتحصلوا على سكن لائق. اف 2 ولا اف 3 اللي تحفظ الكرامه تاعهم كما قال لك فيما تبقى من عمر، لانه اصلا المنطقه غير مهيئه، وهذا البيت ماهوش اصلا بيت، كان ربما كان غير لاحقه ولا كان ثكنه ولا، وهما سكنوا فيه في 10 سنوات ولا 9 سنوات. يعني الانسان يمرض فيها وتركبه امراض عدا عن المعاناة اليومية في فصل الشتاء والصيف ومع كل الظروف الطبيعية القاسية. ونحن ننقل يعني للإشارة، نحن ننقل صوت المواطن وفقط دون أي حسابات. هذا المواطن اللي راه مغبون، ما عنده حتى منبر، ما عنده حتى صوت، ما عنده حتى صوت عفوا. احنا رانا نحاولوا أنه ننقلوا الصوت تاعو والحقيقة كما هي دون أي إضافة. ورأي المواطن طبعا يعني يلزمه هو فقط. نحن ننقل صوت المواطن وفقط، ونتمنى أن تكون الرسالة وصلت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوتني خليني نروح بنتي يودي واحدة درية كان والو قالت يا حظك قلت عندي راني كبار، كنت فيها سكر فيها لا تعجبون وراني كبار بيت انا بنتي رحت عاودتي هذه اللي حيه اللي تسكر عليا الحي ولا ما حاش قابل قلت ايش عندي لك؟ ما عندها صح. وانا قلت لي الدواء وجيت وانا كنت ودي قررت اديني درقنا خدها نموت زقه ولا تموت كما قالك واحد يموت في دار الخير ولا يموت عاود يموت كاع على هاليوم. الموت حق ما نهربوش منها. لا ما ان شاء الله الحاجه، ان شاء الله ربي ينوب عليكم بسكنه، وان شاء الله ينوب عليكم ربي بسكنه ان شاء الله في اقرب وقت. ايوه كان يسطرونا ان شاء الله بحول الله. دخله تاعنا ان شاء الله تاع خير، ان شاء الله تاع خير. وانتي ثاني الحاجه ادعينا معاك وادعي كاع للشباب وكاع المسلمين. انا نصلي ما تولي اليوم ما صليت كاع من مريضه وانا كاع كنت جيت جابني حطيني الله يشافيك ان شاء الله، الله يشافيك. الله يجيب شي ما شاء الله. كاين رب كبيره